تفتكر لو عايزك تقولي ايه هي الفترة الذهبية لانطلاقة الفنانين الشباب وانهم يعملوا اول افلام بطولتهم في السينما المصرية كانت ايه؟ ما تقول له لا اقول له الفترة دي كانت بالتحديد بعد فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية. فعلا. قرار جريء من مدحت العدل انه يجيب وجوه ممكن نقول عليها لسه جديدة ومش وقتها خالص انها تعمل بطولة في فيلم زي احمد السقا ومحمد هنيدي وهاني رمزي وغادة عادل وكل النجوم اللي كانوا في الفيلم. بس الفيلم بيبقى اعلى ايرادات في مصر في الوقت ده جاب اكتر من 27 مليون جنيه. الكلام ده في سنة 98 اصلا، انت فاهم ازاي؟ رقم كبير فشخ. في نفس السنة دي يظهر على شاشة التلفزيون شخصية القرموطي في مسلسل اسمه القرموطي في مهمة سرية. عايزين نحسن الناس اللي عندنا في الاهلا وسهلا. شخصية بتقولك انها تعرف بوش وصدام حسين وكل الفتي بتاعه، حاجات ما تتصدقش، بس هو ده القرموطي والشخصية تنجح قوي وتجيب مع الناس. بس قبلها ب4 سنين سنة 94 كانت شخصية القرموطي ظهرت في برنامج اسمه سر الأرض أصلا. معلش احنا بنتكلم يعني. وبعد كده بقى لما أحمد آدم يتزنق في شخصية وعايز يعمل فرقعة عشان يظهر سنة 98 يعمل نفس الشخصية تاني، بس عادي الشخصية بتنجح. هو مشكلة أحمد آدم دايما إنه مش بيشوف الورق، هو بيشوف الشخصية دي نجحت نعملها تاني مفيش مشاكل. ما تبصولي كويس. احمد ادم الفنان اللي بيخايش وبيرجع بريمونتادا، خايش في شجاع السيما مع فنان جديد كده اسمه ياسر جلال عشان يعمل ريمونتادا جميله وتكون الاقوى في كاريره بفيلم الرجل الابيض المتوسط، عشان الناس تتكلم عنه وتقول قد ايه انه كوميديان وبينافس هنيدي عادي وكل فيلم هيعمله هينجح وهيبقى كويس. لكن احمد ادم فضل يخيش 4 سنين ورا بعض وهو في الفتره دي ماشي بنور الله، ما كانش بيقرا السيناريو على ما اعتقد، عشان في 2005 يعمل الفيلم الايقوني معلش احنا بنتباهى بنفس شخصيه القرموطي، بس المره دي بيخلي الفتي اللي كان القرموطي بيفتيه في مسلسل القرموطي في مهمه سريه خلاه حقيقه ويتحط في حته انه يقابل صدام وبوش. فاكر الحته بتاعه التصوير لما كان بوش بيخلي احمد ادم يعمل فيها ارهابي؟ تعلن جمعية أصدقاء الإرهاب الدولي مسؤوليتها الكاملة. الحقيقه ان الحته دي فيها اسقاط واضح قوي، الكلام بعد 11 سبتمبر اسامه بن لادن. تعلن جمعية أصدقاء الإرهاب الدولي مسؤوليتها اللي أنا الزعيم بتاعها. وفي نفس الوقت امريكا عايزه تبرر دخولها العراق، فهي بتمسك الارهابي اللي معاه اسلحه دمار شامل. ده منظر إرهابي، ده شكل واحد إرهابي، ده لبس زبال. وهنا احمد ادم بيوضح الفكره ان كل ده كان تبرير من امريكا لدخولها العراق عشان ما يتقالش عليهم ان هم ارهابيين ولغتهم بالعنف. احمد ادم عمل الفيلم ده حلو، احنا شفنا الكاركتر ده قبل كده بس ما شبعناش منه، يعني كان في امكانيه انه يتعمل تاني، بس معلش احنا بنتبهدل خلاص، انت عصرت الشخصيه مش هينفع يطلع منها حاجه تانية، ده اخرها خلاص. انا شايف ان احمد ادم مع انه مش بيقرا الورق كويس بس اكتر واحد في جيله بيعرف يعمل اسقاطات في العمل الفني اللي بيدخله. في فيلم صباح كدب انت ما سالتش نفسك هو اشمعنى مدرس موسيقى؟ كان ممكن يبقى مدرس احياء مثلا او اي حاجه تانية عادي، كلام بيتقال وبيتشرح. هو كان لازم يكون اعمى ماشي، ده اللي قايم عليه الفيلم اصلا، انما مدرس موسيقى عشان الموسيقى هي المفروض مش بتتشاف هي بتتحس، يعني هي حاجه من جوه كده. اكتر حاجه بيحبها استاذ نعناع هي المزيكا، وامورها في الحس، عبيط ساذج اعمى، مش اعمى النظر هو اعمى التفكير. يا اسطى لينا ده تاكسي لازق فينا. طب يا اسطى لينا ده تاكسي لازق فينا. ده تابع تاكسي يلزق فينا. اي حد هيشوف الحته دي يقول مش منطقيه على طول، هو ازاي ما فكرش ان مش كل مره صدفه في تاكسي يبقى جنبهم وبيتنده العصافره يا اسطى. كاركتر استاذ نعناع في الفيلم ده كان صادق وساذج قوي، ماشي دايما ورا شفيق صاحبه وهو مغمض، مش عشان اعمى فهيبقى مغمض، هو مش بيشك في حد، ما بيسالش على الاحوال، عمره ما حد قال له ان شفيق قلب العربيه بتاعته تاكسي وبيسترزق منها، ما كانش معاه فلوس يجيب الات وهو وراه فرح، مرتب المدرسه مش مكفي. وهنا ملك الاسقاطات بيوضح ان مفيش تقدير للمدرسين عامه وان الاجور مش بتكفي، فهنلجا لشغل تاني يمكن احنا ما نقبلوش او ما نكونش مرتاحين فيه لاجل الماده، وكل ده عشان نعيش بس حتى لو هنتخلى عن المبادئ. استاذ نعناع شايف ان عدم تقديره من المدرسه من الناحيه الماديه ان بقى ليه الحق انه ياخد الالات ويشتغل بيها، وان ده حق من حقوق المدرسه عليه، طالما الراتب مش مكفي انا من حقي اخد الالات وبعتبر ان في ايجار بدفعه اللي هو انا من المفترض اكون بقبض كذا بس بقبض اقل منه بشويه نتيجه استعارتي للالات المدرسه. في مشهد غناء الاستاذ نعناع لاغنيه يا بلادي مع الاولاد في حصه الموسيقى اللي كانت الحصه الاولى، النظر ده خلى الولاد بتغني لمصر، هم عارفين دورهم الوطني كويس، يلا يا ولاد عشان ننفذه ومنها نوفر في الميزانيه، والاغنيه بتفضل شغاله والمخرج بينفذ الكلام باللقطه كل حاجه بالظبط. واستاذ نعناع كل ده مش حاسس بحاجه، هو عايش في حاله ما بسبب المزيكا اللي هو حاسسها، اللي بيلاقي راحته فيها دايما، اكتر وقت بيكون هو مبسوط فيه لانه لاول مره مش هيكون محتاج فيها عينه. هو هنا المفروض انه يبقى اكتر نسخه حقيقيه ساذج، حتى لما كشف الحقيقه لما فتح ما عملش حاجه، مش عايز منهم حاجه، مش عايز يضرهم، هو مشى وخلاص، مش عايز كلام من حد، ما فكرش لحظه واحده بس في الانتقام وانه ياخد حقه بجد. يتخبط تاني وساعتها لاول مره يفرح النعم. ده احسن حاجه في الدنيا انك ما تسوف، انا كمان مش سايق الحمد لله ان انا ما بسوف. مش عايز يتصدم في الناس، هتسوف ايه في الدنيا ديت غير كذب وخداع، كله بيكذب على كله.
هو اعمى من زمان من وهو صغير، ايام ما كان بريء ولسه ما شافش ان الدنيا وحشه. يلا قوم روحني. انت جايبنا ليه هنا؟ انا مش فاهمك والله. بيوريك ان كل واحد فينا اصله كان بريء، بس الناس هي اللي بتخليه كده. قسوة الناس والفلوس اللي بتتحكم في الانسان لاشباع غرائزه وارضاء شهواته اللي بتحركه ممكن تخليه يستغل اكتر حد بيثق فيه، ولو حس المره واحده بس ان انت مش واخد بالك، مش بس هيطعنك في ظهرك، ده هيطعنك ويجيب ناس تطعنك بكل معنى الكلمه. طبعا حتى في البدله هو مستخسرها في صاحبه، وحس اللحظه واحده بس انها تبقى حلوه عليه استكترها على صديق عمره وقال ان هو اولى بيها. شفيق مش ذكي، مش اللي هو يوديك البحر ويجيبك عطشان او يوديك اسكندريه ويقول لك احنا في طنطا. سذاجه استاذ نعناع مخليه شفيق واثق من نفسه الى ابعد حد. لو حد راح قال لنعناع على العمايل اللي بيعملها شفيق مش هيصدق. جوه كل واحد فينا طفل لسه مستخبي ورا نضاره سود، لو قلعها هيشوف سواد العالم اللي بجد. والنضاره دي الشغل اللي بنشتغله اللي بنبرر من خلاله اصحاب المصالح. لا يا عم ده عايزني في شغل، الموضوع بينا خد وهات يا عم، لا مره عليا ومره عليه. الفيلم الوهله تفتكر انه كوميدي وبيضحك عشان احمد ادم، بس الصراحه الفيلم اسود من انه كوميدي، هو واقعي اكتر. احمد ادم فنان من وجهه نظري، بس هو اعمى عن ادوار كتير. هو دايما مركز في ادوار الكوميدي مع ان هو ممثل مش كوميديان، بيعرف يعمل الدور حلو، قادر يوصلك احساسه اللي بجد اللي ممكن يخليك تتعاطف معاه كشخصيه في فيلم. بس ده لانه اعمى دايما بيتجه للسياسه وبيزعل الناس منه وخلاص. وطبعا في حاله الغضب اللي علمني الشعب العربي خوف المنتجين ان احمد ادم يعمل عمل حتى لو كبير او صغير، اصبح الموضوع ده اصلا غير قابل للنقاش دلوقتي. محدش هيجازف انه ينتج عمل فني الفنان وهو مزعل الناس منه. بس كده لو عجبك اللي بقدمه ممكن عادي جدا انك تعمل سبسكرايب وتدوس لايك. يلا صباحكم ومساءكم لذيذ.